السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام. ازاي ننجح في اختبار الدنيا؟ يعني احنا كلنا عارفين ان احنا جايين الدنيا دي اختبار. ربنا بيختبرنا وحطنا في الدنيا وبيخلي بيمر علينا ابتلاءات وحاجات عشان ربنا يختبرنا، واللي هينجح فيها يبقى نصيبه يكون في الجنة، واللي هيفشل للأسف بعد الشر والشيطان هيقدر يضحك عليه هيدخل النار وأعوذ بالله. في حاجات لازم تبقى في حياتك عشان تقدر تنجح في اختبار الدنيا، عشان ما تصبش بالغفلة وتتلهى في الدنيا، وتتلهى في حب الدنيا وتنشغل بقى بحياتك، بشغلك، بولادك، تشغل بزوجك وبيتك، وتنسي ان في دي اخرة، وان في حاجات مرفوض تعمليها، وان انت مخلوق اصلا عبد من عباد الله، عبد صالح لله عز وجل. ودي اول حاجة تبقى في حياتك، ان انت لازم كل حاجة بتعمليها تبقى لله عز وجل. اليقظة، التركيز، الخوف، الصحبة الصالحة، الحاجات دي هتساعدك ان انت تنجح في اختبار الدنيا. اول حاجة اليقظة، يعني ايه؟ اللي انا ابقى صاحي دايما، صاحي وفايق كده وفاهم ان انا مخلوق في الدنيا دي عبد لله عز وجل. بس انا مخلوق في الدنيا دي عشان انفذ اوامر ربنا. ربنا خلقني في الدنيا دي مش عشان ان انا ابقى سعيد او اللي هو بيكافئني، لا. الدنيا دي اصلا كانت عقاب لسيدنا ادم لما نزل، عشان هو ما طاعش ربنا في الجنة، فربنا طرده من الجنة فنزل على الارض. عشان ايه؟ قال له ايه بقى؟ خلاص ايه انت يعني عمروا الارض، واللي هيدخل الجنة هو اللي هيطيع ربنا، واللي هيسمع لوساويس الشيطان وهيتلهي في الدنيا وهينسى ربنا، هو ايه اللي هيدخل النار. فانا دايما ابقى صاحي او فايق للحته دي، اللي انا فاهم الحته دي، اللي انا مخلوق عشان اعبد ربنا، اللي انا مخلوق عشان غرضي الاول والاخير اللي هي الاخره. انا غرضي اللي انا بعمل كل اعمالي اللي انا عايز اخرتي، ببص لاخرتي. لازم اركز في عباداتي كويس جدا، لازم ازود من عباداتي، لازم اقرب من ربنا، لازم اتعامل مع الناس حاطط ربنا في كل حاجه. تاني حاجة التركيز، اللي انا اركز مع نفسي، اللي انا اركز في ورقتي، اركز في صفحتي انا، ما ركزش مع غيري، اللي انا اشغل نفسي بحياتي انا، ما اتدخلش في حياة حد، ولا اركز مثلا دي عملت حاجة غلط اقعد اعلق عليها او اعيب عليها واجيب سيرة الناس واقعد اقلد حد مثلا معين. لا، لا، ان انا اركز في عملي، في صفحتي، في حياتي. اللي انا اركز في بيتي انا مع زوجي مثلا، مع اولادي، ماليش دعوه دي جابت ايه ولا ده عمل ايه ولا ده خلى ايه. ان انت دايما تبقى مركز في حياتك وفي صفحتك، مالكش دعوه بغيرك، تتدخلش في حياة غيرك. بيبقى مركز مع الغير، مع حياة غيره، ده بيبقى شخص فاضي قوي، يعني عنده فراغ كبير قوي مش عارف يملاه، فبيلاقي بقى ايه؟ اللي هو ينشغل بحياة الناس. لا، طب وليه؟ انت تملى حياتك وتملى الفراغ ده بذكر الله، تصلي الفروض اللي عليك والنوافل. ده الصلاة النوافل دي يعني بتخلينا ننتظم على الثوابت، على الفروض الاساسيه. اما انت لو بتصلي مثلا 4 ركعات مثلا بتوع الظهر، ما بتصليش السنه مثلا اللي بعديها، فانت كده هتيجي بعد كده شويه هتاثر اصلا في الفرض اللي عليك. لا، انت تزود، كل ما تزود كل ما يبقى احسن ليك. اصلي مثلا الفروض والسنن، اركز اعمل ورد قران ليا، اقرا حاجه، ان شاء الله صفحه في كتاب او صفحتين في كتاب اقرا طبعا. واهم حاجه اللي احنا بالينا ورد في القران، اقرا مثلا حاجات تانية تزكيني انا. انا بحب اقرا في ايه اقرا فيه. دايما اجدد من شخصيتي، اهتم بزوجي، بولادي، ببيتي. الحاجات دي كلها مش هتلاقي وقت اصلا تفكر في الناس. يعني انت لو بتعمل الحاجات دي في يومك، هتلاقي يومك خلاص ما فيهوش وقت ان انت تفكر في حد ولا تجيب سيرة حد. فركز في حياتك عشان انت هتتحاسب لوحدك في الاخرة. فانت مش هتتحاسب على اعمال غيرك، مالكش اللي تعلق على اعمال على حد، ولا ترد على حد، ولا مالكش اللي انت تعلق على حياة الناس. بس انت ركز في حياتك عشان خاطر دي بس اللي هتتحاسب بيها يوم القيامة. هو ربنا هيحاسبك انت. تالت حاجة الخوف،
الخوف ده من الحاجات اللي هتخلينا بجد نتزن نفسيا ونتزن في عباداتنا، واللي احنا نظبط نفسنا في عباداتنا، واللي احنا دايما نصلح من نفسنا، اللي احنا نخاف من ربنا، نخاف من ربنا وما نخافش من حد. يعني انا دايما مثلا بتعامل مع الناس عشان انا كويس، او بتعامل على قد ما اقدر عشان انا خايفه من ربنا، بس انا مش خايفه من اللي قدامي، فعشان كده لا انا كويسه معاه ومش عارف، لا انا خايفه من ربنا فبتعامل كويس عشان ربنا يكرمني في الاخره. انا خايفه من ربنا فبظبط عباداتي. انا دلوقتي لو الدنيا كده ومفيش عذاب نار ولا عذاب قبر، كان الناس اتلهوا في الدنيا ولا صلوا ولا عملوا اي حاجه. لا احنا بنصلي وبنعمل كل العبادات اللي علينا، وبنتقي الله في نفسنا او في غيرنا، عشان احنا خايفين من ربنا وخايفين من عذاب القبر، مش عايزين نتعذب. لا احنا عايزين ربنا يكرمنا في الاخره ونخش الجنه، وربنا يكرمنا في الدنيا وفي ولادنا وفي حياتنا. فالخوف حاجه مهمه جدا، انه دايما الواحد بيبقى خايف كده اللي هو ما يتقيش ربنا، الا ربنا يعاقبه مثلا، او يعاقبه في الاخره، او يعاقبه ويحصل له حاجه وحشه في الدنيا. لا فالخوف مهم، لان انت دايما يبقى عندك رهبه وخوف كده من الله عز وجل، ده مطلوب جدا. انت لو مش خايف من ربنا والحته دي قدامك، هتلاقي نفسك عايش حياتك كده في غفله. ده الشخص اللي بيخاف من ربنا بيتقي ربنا في زوجته، بيعملها كويس، عشان مش عشان مثلا هو ضعيف، لا هو بيعملها كويس وبيتقي ربنا فيها عشان هو خايف من ربنا ومش عايز يخش النار بسبب اللي هو كان ظالمها في الدنيا، فهيخش النار هيتحاسب في الاخره. لا انا بتعامل معاها مثلا اول حاجه اللي انا خايف من ربنا فبتقي ربنا فيها، بتقي ربنا في ولادي، اتقي ربنا في تعاملي مع اولادي، اتقي ربنا اللي انا بعلمهم كل حاجه لا صح، وبعلمهم ان هم يخافوا من ربنا هم كمان ويحبوا ربنا. واللي هم كل ده عشان انا مش عايزه اتحاسب في الاخره بيهم. احنا هنتحاسب برضو بذرياتنا، احنا علمناهم ايه وهم اخدوا مننا ايه وايه اللي وصلناهم. التربيه دي مهمه جدا. فانا بعمل كل ده عشان انا بتقي الله مثلا في شغلي عشان خاطر ربنا، مش انا خايف من ربنا، مش عشان انا خايف من مديري. دي حاجه مهمه قوي. اخر حاجه الصحبه الصالحه. الصحبه الصالحه دي مهمه جدا جدا وبتاثر علينا في الدنيا. لو الصحبه اللي حواليك للاسف صحبه فاسده، فهتأثر عليك وهتأثر على سلوكك وهتأثر على حياتك كلها. اما لو انت حواليك صحبة صالحة، صحبة بتقويك اللي على اللي انت تراعي ربنا، صحبة خايفة من ربنا هي كمان وبتتقي الله وخايفة وعارفة ربنا كويس، فهي هتعينك على ده. دايما تصاحب ناس كويسه تعينك على طاعه الله عز وجل، تعينك على المعامله الكويسه، على الاتزان النفسي، حياتك على السلام النفسي. مثلا ما تصاحبش ناس مختلفين معاك في كل حاجه، مختلفين في لبسهم، في تفكيرهم، في كل حاجه مختلفين عنك، وتقعد تعاني معاهم اللي انت تصلح منهم. حاجه حلوه اللي انا لقيت حد مثلا مكسر في حاجه او ماشي في طريق غلط فانصحه. طب هو مش بيرد النصيحة وبيرد عليك اللي لا، اللي هو شايف اللي هو كده صح، وان هو اللي صح وان انت اللي غلط، وشايف وبيحاول يقنعك بالغلط ده، لا ده تبعد عنه احسن. كده بخلصت كلامي، ويا رب اكون فدتكم. وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين، لان في ناس كتير قوي بتشوف الفيديوهات ومش مشتركه. يا ريت تشتركوا في القناه عشان القناه تتفعل واقدر اعمل فيديوهات كتير والفيديوهات تتشاف وكده. ولو عندكم اي سؤال يا ريت تسيبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله نستفاد من بعض. ولو في اي تعليق يا ريت على كلامي او بتاع يا ريت تقولوا لي برضو، وانا بتعلم. وربنا يا رب يزيدنا علم كلنا ويصلح مننا يا رب. وشكرا جزيلا.